الأخير أهلا بيكم مع بدون رقابة نت. بدون رقابة نت طبعا فارق عن بدون رقابة تلفزيون بقى رقابة ومشاكل على كل كلمة وعلى كل جملة كده براحتنا، بس مش براحتنا قوي طبعا، وفقا لمسؤولية معينة او احساس بمسؤولية معينة. في الحقيقة انا في موضوع محيرني ويعني بفكر فيه وبسأل عليه وببحث عن اجابة عنه، لكن مش لاقي له اجابة. يمكن حد فيكم يلاقي له اجابة. هل في حد فيكم قري كلمة او سمع كلمة عن معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور؟ يعني ايه هي المعايير دي؟ حد فيكم قرأ تصريح او سمع تصريح عن ايه هي المعايير بتاعة اختيار الجمعية التأسيسية للدستور؟ انا شخصيا بحثت ودورت على مدى شهور، ما لقيتش معايير لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. طبعا هو تم الاختيار وعملوا اجتماعهم الثالث واختاروا هيئة المكتب وكل حاجة يعني، لكن ايه المعايير اللي اختاروا على اساسها؟ دي اللي انا يعني مش لاقيها. طبعا في حالة من اللخبطة يعني وغياب كده لا ارادي للوعي او للفكر خلال الفترة سنة ونص. في لخبطة جامدة جدا. المعايير يعني المقاييس، يعني انت بتختار على اساس انه معايير. اذا احنا استبعدنا المعايير الطائفية او التي تقسم الوطن، فمعناها ان المعايير هتبقى حاجة تانية. يعني مش هنختار على اساس جغرافي، مثلا نختار ناس للصعيد وناس للوجه البحري وناس لسينا وناس للساحل وناس للقاهرة وناس كده بنقسم مصر لأجزاء، وده خطر جدا. وانتوا شفتوا التقسيم الطائفي ده عامل ايه في لبنان وفي العراق. لو قسمنا على اساس جغرافي هو تقسيم طائفي، بتوع الصعيد لوحديهم وبتوع الوجه البحري لوحديهم وهكذا. ده اول الطريق لانقسام الدولة المصرية، وان شاء الله عمره ما يحصل. لو قسمنا على اساس مهني فايضا ده تقسيم طائفي، بمعنى ان نمثل الاطباء ونمثل المهندسين ونمثل الحرفيين ونمثل النجارين ونمثل السواقين التوك توك، طالما يعني رئيسنا جاب سيرته. فهنمثل كل طائفة كل مهنة، والنجارين بقى والحدادين والدكاترة والمهندسين وكذا واساتذة الجامعة. ده تقسيم طائفي يقسم الأمة المصرية إلى طوائف، ويبدأ الصراع بقى بين هذه الطوائف. طبعا مرة تانية قدامكم نموذج لبنان والعراق. طبعا إن شاء الله مش هنوصل، بس عشان ما نوصلوش لازم ما نقسمش تقسيم طائفي. وعشان كده احنا بنسأل على موضوع المعايير. على اي معايير تم اختيار 100 عضو للجمعية التأسيسية لسياسة الدستور؟ 50% حزب النور وحزب الحرية والعدالة، و50% بقية مصر. سيبك من ان دي تقسيمة يعني مجحفة جدا، مصر كلها يعني في كفة، وحزب الحرية والعدالة والنور في كفة. ده شيء يعني مخزي يعني في الحقيقة. حزب الحرية والعدالة وحزب النور لا يمثلوا اكتر من 10 او 15% من جموع الشعب المصري. لكن احنا مش بنتكلم على ده، مش بنتكلم على 50% للحرية والعدالة و50% لبقية مصر.
حاجة يعني فظيعة جدا. مش بنتكلم على ده، بنتكلم على المبدأ نفسه، مبدأ التقسيم على اساس سياسي او ايديولوجي. الاحزاب ذات المرجعية الدينية او ذات المرجعية الاسلامية الدينية الاسلامية كان 50%، وبقيت مصر كلها 50%. ده تقسيم على اساس ايديولوجي، توجهات سياسية. الاحزاب الحزبين اللي على اساس مرجعية اسلامية ياخدوا 50% والباقي ياخدوا 50%. ده تقسيم ايه؟ ده تقسيم على اساس من سياسة مرتبطة بالدين، سياسة او اسلام سياسي. اوكي، ده ايضا تقسيم طائفي. طب نسأل بقى السؤال اللي احنا سألناه في الاول ونعيده مرة تانية. حد فيكم سمع كلمة عن ايه هي المعايير اللي تم على اساسها اختيار الجمعية التأسيسية للدستور؟ انا شخصيا ما سمعتش على مدى كل الشهور اللي فاتت، وحريص ان انا ابحث وادور واسمع واشوف واقرا على اساس ان انا الاقي. ما لقيتش. فلو في حد فيكم لقى يا ريت يقول لي. طب ما هي يمكن التقسيمه اللي مقسمينها دي هي دي المعايير، على اساس معايير النقابات تاخد كذا، والكنيسه تاخد كذا، والازهر ياخد كذا، وزي ما قلنا حزبي العداله والنور ياخدوا 50%، ومش عارف حزب كذا ياخد يعني. طب ما يمكن هي دي المعايير. لا، دي مش المعايير، دي تقسيم حصص. عشان كده يقولوا عليها حصة. كل واحد ياخد حصة، كأنك جايب حتة كده وبتقسمها وبتدي كل واحد حتة، كأنك جايب مصر وبتقسمها وبتدي كل واحد حتة. احنا ضد التقسيم. زي ما قلنا التقسيم نموذج لبنان ونموذج العراق ونماذج اخرى في العالم طبعا، لكن اقرب مثالين لينا هم لبنان والعراق، اللي هم مش عارفين يطلعوا من الحكاية دي خالص. لان انت بمجرد ما قسمت المجتمع بدأت الاجزاء دي تتصارع مع بعضيها وانت مش هتخلص. وده اللي حصل طبعا بدرجة يعني ابتدائية، يعني لسه في اوله عملوا كمان التسيير الاولى وحصلوا مشاكل وانسحابات وكذا وقضية ومحكمة وفكوها وعملوا الجمعية التانية وفي قضية برضه ومحكمة والناس انسحبت وكذا. لان التقسيم بيعني الخلاف. لما يعني عندك حاجة كده تقسمها، ده يقول لك لا انا ليا حتة اكبر، لا انا ليا حتة اصغر، لا انا عايز حتة اكبر، وهكذا. وده اللي يفسر اصرار التيارين دول اللي هو الحرية والعدالة، اللي هم الاخوان المسلمين بالبلدي والسلفيين بالبلدي، اللي هو الحرية والعدالة والنور. اصرارهم في الاعلان الدستوري اللي هو كان 19 مارس 2011 على ان تبقى انتخابات مجلسي الشعب وشورى الاول قبل وضع الدستور. ده الخطأ الاصلي اللي بينجم عنه اخطاء زي الزلزال كده. في زلزال وله توابع. الزلزال هو هذا الخطأ. ليه بقى؟ لان انت لما اصريت على الانتخابات الاول عشان عايز تقول انا قوتي في المجتمع قد كده، مثلا 6 من 10 8 من 10، فاي حاجة يا جماعة تحصل بعد كده انا هاخد 8 من 10. فانت من الاول بتصر على الانتخابات. ده مغزى الاصرار على اجراء الانتخابات قبل الدستور. هو الدستور ما كانش متخانق معاهم في حاجة ولا مزعلهم في حاجة، لا الاخوان المسلمين ولا المجلس العسكري. طب ليه الاخوان المسلمين والمجلس العسكري عملوا الانتخابات الاول؟ ليه؟ عشان الدستور هيحط قواعد تمشي على الجميع، قواعد، مقاييس، معايير تليق بمصر، بهوية مصر، بهوية الدولة المصرية اللي عمرها يعني 7000 سنة. دول المسجلين، انما هي ابعد من 7000 سنة. من
اقدم الدول في التاريخ. هوية مصر دي اللي هي عمرها كام الف سنة هيتحدد في الدستور. طب انا بقى عشان عايز اعمل تعديلات وفقا لارائي او افكاري او توجهاتي السياسية او الفكرية او كذا، يبقى انا اول حاجة اعمل انتخابات، وانا ضامن ان انا التنظيم الوحيد اللي موجود في مصر. طبعا نمرة واحد الاخوان المسلمين، نمرة اتنين بمسافة السلفيين لانهم اكتر عددا لكنهم اقل تنظيما. لكن الاخوان عارفين كويس قوي ان هم بقالهم 80 سنة منظمين جاهزين، فعارفين ان هم ياخدوا اكبر حتة. لما ياخدوا اكبر حتة بعد كده يطلع لك الكارت ده في اي مناسبة، اي حاجة يقول لك انا ليا الاغلبية في مصر. طبعا سيبكم الكلام بتاع ايه المغالبة ومش مفيش مغالبة ومفيش كذا، لان في حقيقة الامر لما الاخوان او حزب الحرية والعدالة وحزب النور ياخدوا 50% وبقية مصر كلها تاخد 50%، ما ده اذا كان اسمه مغالبة اسمه ايه؟ هم اصلا قوتهم في المجتمع لا تتجاوز يعني في حدود 15%. هم باعضائهم بمشجعيهم بمتحلقين حواليهم باتباعهم باعضائهم بكوادرهم، كله الاخوان المسلمين والسلفيين لا يتجاوز حجمهم اكتر من 15% من الشعب المصري. طب ال 15% من الشعب المصري ياخد 50% ليه؟ عشان هو منظم، وبالتالي اصر انه يعمل الانتخابات الاول، ولما عمل الانتخابات اخد نسبة عالية من مجلسي الشعب والشورى، فهو كده معاه شهادة بتقول ان هو الاغلبية. فاي حاجة يقول لك انا الاغلبية، بس انا هتنازل بدل ما اخد يعني 75%، انا والسلفيين انا هاخد 50%، انا والسلفيين كده الراجل كريم يعني تنازل عن 25%. في حقيقة الامر هو مش اكتر من 15% من الشعب المصري. وبعدين في نقطة مهمة تانية جدا من حيث المبدأ ايضا، هنقول يعني بغض النظر عن فجارة ان الحرية والعدالة والنور ياخدوا 50% وبقية مصر تاخد 50%، بعيدا عن هذه الفجارة، وحتى 50% اللي اخدتها بقية مصر عايزين يحطوا فيها بعض التيارات الاسلامية السياسية كمان، يعني مش 50 صافي، بقية مصر كلها مش هتاخد 50 صافي، هتاخد 50 الا حتة. خلاص؟ بعيدا عن ده احنا قلنا الاساس في اعتراضنا او ملاحظتنا او تحفظنا هو ان انت قسمت برضه على اساس طائفي. المرجعية الاسلامية 50%، الاحزاب او بقية مصر اللي مش على اساس مرجعية اسلامية 50% الثانية. ده نفسه أس من الأسس الطائفية، تقسيم طائفي. احنا بنقول التقسيم الطائفي بيقسم مصر، وديكوا شايفين خناقات 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 خناقات، لان اول ما تقسم الميراث الاخوات حتى بيتخانقوا على الميراث. فما يجيبش التقسيم، تبقى مصر لنا كلنا، مصر لكل المصريين، من غير ما ندي كل واحد في المصريين حتة من مصر. وبعدين نقيس بقى كل واحد يعني منظم اكتر وكده فنديله حتة كبيرة شوية، بعدين التاني نديله حتة اصغر. احنا يا جماعة مش بنعمل نقابة فنمثل فيها العمال ونمثل فيها الفلاحين ونمثل، مش بنعمل مجلس شعب، مش بنعمل مجالس محلية فيبقى الصعيد له والبحري له والساحل له والقاهرة لها وسينا لها. لا احنا مش بنعمل كده، احنا بنضع دستور لمصر. مصر دي حتة واحدة مش حتت، مش هنقسمها حتت، لان تقسمها حتت بيعني ان انت هتروح في سكة العراق ولبنان من غير احتلال بقى. يعني في العراق كان بالاحتلال الامريكي، لا انت هنا من غير احتلال بايدك كده هتروح في السكة دي. دي كارثة في الحقيقة، دي كارثة رهيبة جدا جدا
يعني بنخشى على مصر منها. ده بدء تقسيم مصر. طيب اما المعايير تتحدد ازاي؟ ده سؤال مهم. المعايير بتتحدد وفقا للهدف. يعني زي الناس الاساتذه الكبار دائما وابدا يعني بيتحفون بارائهم ان المجلس العسكري فشل ذريع. تقييم اداء المجلس العسكري ده كل ده بين قوسين. تقييم اداء المجلس العسكري لازم يكون وفقا لهدف المجلس العسكري. تقييم اداء المجلس العسكري لازم يبقى وفقا لهدف المؤسسة العسكرية. ومبقاش انا هدفي ان انا اروح اسوان، فانا اروح اسوان فكده انا حققت الهدف بتاعي. انت بقى حاطط في دماغك ان لا لازم اروح اسكندرية، انا ما رحتش اسكندرية يبقى انا فاشل. لا، التقييم وفق انا محدد هدفي ايه، وبالتالي يقاس نجاحي او فشلي على مدى قدرتي على تحقيق الهدف اللي انا محدده، مش على مدى تحقيقي للهدف اللي حضرتك محدده او اللي حضرتك مفترضه. ده خلل منهجي في التفكير. طبعا للاسف بيقع فيه ناس كتير جدا الواحد يحترمهم كلهم، لكن مش قادر يشوف هذا الخلل، هذا الانيميا المرتبطة بالتحليل العلمي المنهجي لأي شيء. زي موضوع معايير اختيار اعضاء جمعية تأسيس، اختيار 100 عضو، ده ايضا جاء في الاعلان الدستوري بتاع 19 مارس 2011. قال لك ايه؟ قال لك الاول ننتخب مجلس شعب وشورى، خلاص؟ فكده اللي منظمين اكتر ضمنوا نفسيهم. وقال لك بقى هؤلاء المنظمين اللي هيبقوا الاغلبيه في مجلس الشعب والشورى، طيب يبقى نخلي مجلس الشعب والشورى هو اللي يختار ال100 اللي هيحطوا الدستور. يعني انت ما حددتش الاول الاساس اللي هتبني عليه الاماره، لكن قلت انتخابات الاول عشان معروف مين المنظم في مصر، معروف السنة اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها ومن 10 سنين و15 سنة، وحكم مبارك كله يعني ما لهوش شغلة ولا مشغلة غير الهجوم على الاخوان المسلمين وتشويه الاخوان المسلمين ووضع الاخوان المسلمين في المعتقلات. ليه يعني بيعمل ده كله؟ كاره مثلا لون عينيهم؟ لا، لان هو عارف ان دول منظمين واقوياء. فحكاية ان الاخوان المسلمين هو اقوى تنظيم في مصر دي حاجة يعني مش غايبة عن حد، عشان ما ياخدش باله انه لما يعمل الانتخابات الاول دول اللي هياخدوا الاغلبية، وبعدين مجلس الشعب والشورى اللي هم اخدوا فيه الاغلبية هو اللي يختار 100 عضو الوضع الدستوري. وبعدين نرجع نتكلم على ان الدستور يجب ان يتم بالتوافق، وان الدستور ما هواش مجلس الشعب، والدستور ده يعني لازم توافق مجتمعي بين كل المجتمع المصري، عشان خاطر كلمة توافق دي ذاتها فيها يعني خلل ايضا فظيع. توافق يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انت تقول للاسد يا اسد لما تشوف غزالة ما تاكلهاش. في الحياة، في الواقع، في السياسة، في الدنيا، موازين القوة هي اللي بتحكم. مش حد هتقعد تقول له والنبي طبطب عليه فيتنازل عن حقوقه. هو حتى لو تنازل بيتنازل تنازل شكلي، اللي هو يعني يقول لك بلاش مش هاخد 75% بس هاخد 50%، ورجعت 25% من الناحية الثانية فيبقوا 75%. دي ألف ب قوانين الصراع اللي هو موازين القوة طول ما انت. فموضوع التوافق ده شبه موضوع ايه؟
الضمانات. اول ما يعني بدأ ان التصفية بين دكتور مرسي والفريق شفيق، فكله جري على الاخوان يقول له عايزين ضمانات واحنا نقف جنبك، اكتب لنا ضمانات، طب وثق لنا هذه الضمانات، طب سجل هذه الضمانات. ضمانات ايه؟ ضمانات ايه؟ هتقول للاسد يا اسد لما تشوف غزالة ما تاكلهاش، واديني ضمانه انت مش هتاكلها. لا هو هياكلها، هو هياكلها واكلها قبل كده اكتر من مرة، والغلط مش عنده، لان الاسد لازم ياكل الغزالة. الغلط عندنا احنا، ان احنا مش عاملين قوة موازية او مناهضة او اكبر او اقل قليلا من قوة هذا الاسد. فالكلام يعني خيالي ورومانسي جدا، ورايحين بقى ايه ناخد منه ضمانات انه هيبقى كويس. ما هو كويس، بس هو كويس بالنسبة لنفسه، بالنسبة لاهدافه. هو صريح العبارة قال الخلافة الاسلامية، وان عاصمة هذه الخلافة هيكون القدس. حاجة غريبة اوي، مش القاهرة حتى. وكمان يعني انا اسف ان انا اقول اللفظ ده، وانما المرشد بتاع جماعة الاخوان المسلمين السابق قال لفظ على مصر يعني ما احبش ان انا اكرره، اللي هو يعني ايه الخلافة الاسلامية اهم من مصر. وبعدين نرجع نتكلم عن المواطنة وعدم المغالبة والتوافق والضمانات. ده كل ده كلام يعني بيضيعوا انجاز الشباب اللي ضحى في 25 يناير وما بعدها. هؤلاء الشباب الانقياء الشرفاء الواعيين اللي ما زالوا واعيين حتى هذه اللحظة. هؤلاء السياسيين العظام بيضيعوا مجهود ده. وزي ما بقول دايما يعني، وده يعني الواحد كتبه اكتر من مرة، مفيش سلطة فاسدة بدون معارضة فاسدة. لازم. املنا في الشباب اللي عمل 25 يناير طبعا مش بكرة ومش بعده يعني، بس الواحد واثق ان هذا الشباب بوعيه بنقائه، ومهم قوي نقائه دي لان كله تلوث. يعني القدام يا اي بطل يتلوث يا انحرف يا اي حاجة. نادرا ما تلاقي من القدام اللي زي حالاتي يعني حد لسه ماسك نفسه. طبعا فيه، لكن دول مش هتلاقيهم دايما على السطح وفي التلفزيونات وفي الجرايد وفي المجلات ومليين الدنيا ضليل. مش هتلاقي دول. الشرفاء دول نادرا ما تلاقيه طلع كده استضيفوه مرة غلط، زي ما كنت بعمل في الدور رقابة واستضيف بعض الناس ويبقى الغضب عليا يعني لا له اول ولا اخر. مش مهم ده، احنا بنتكلم عن الامل في شباب ثورة 25 يناير. يقدروا يعملوا ده بكرة بعده ويستفادوا طبعا من كل الخبرات السابقة، ولكن القيادة لازم تكون في ايد هؤلاء الشباب مش في ايد حد تاني. الناس اللي بتتكلم على الضمانات، الناس اللي بتتكلم على التوافق، الناس اللي بتقول للاسد ما تاكلش الغزالة يا اسد، لا امل. وده الكلام ده كله مش ضد الاخوان المسلمين ومش ضد السلفيين، هو ضد التقاعس عن القيام بالدور. اذا كان الاخوان المسلمين اقوياء واجبك ودورك ان انت تبقى قوي. هو مش عيبه انه قوي، مش عيبه انه منظم، مش عيبه انه عنده فكر معين عايز يحققه، دي مش جريمة. انت كمان عندك فكر معين عايز تحققه، هو شايف ان فكره اصح، انت شايف ان فكرك اصح، بس العيب عندك انت ان انت ضعيف ومفتت. شوفوا اي تيار غير التيار الاخوان المسلمين والسلفيين الى حد ما هتلاقوه مفتت. يعني قوميين وناصرين تلاقي مفتتين، كذا حزب ناصري وكذا حزب مش عارف ايه. ها هتشوف اليسار هتلاقي اليسار مفتت في كذا حزب وفي كذا تجمع. طبعا العدد محدود جدا والقدرة تنظيمية منهارة
والعمل الجماهيري شبه منعدم وهكذا. والليبراليين نفس الشيء، كان حزب ليبرالي وكده. شوفوا مثل بسيط قوي، قبل الانتخابات دي، قبل الجولة الاولى، انا كتبت في صفحتي على الفيسبوك ان اللي هيعيد هو مرسي وشفيق. وتقدروا ترجعوا لصفحتي لان مكتوب التاريخ، طبعا فيسبوك بيسجل تاريخ الكتابة. قبل الانتخابات المرحلة الاولى قلت اللي هيعيد مرسي وشفيق، بس زيلتها الا اذا، والا اذا دي كتبت فيها 3 مرات، ان المرشحين اللي المفترض ان هم بيمثلوا الثورة او المجتمع المدني او يتوحدوا حوالين مرشح واحد. وطبعا حصلت محاولات عديدة من كل الناس او من ناس كتير، وديكوا شفتوا فشلت. انا بقول ده بمناسبة التفتت، فانت متفتت، انتوا متفتتين والتانيين منظمين ومتحدين رغم الضربات الامنية ومصادرة الاموال والاعتقالات والتضييق وكذا وكذا وكذا. طبعا هم عندهم ميزة ان هم عندهم كام الف مسجد وزاوية بيستخدموها كمقرات حزبية طول السنوات الماضية، فمن خلالها بيقدروا ينظموا، يعملوا تنظيم ويعملوا تجنيد لأعضاء جدد ويقولوا دعايتهم ويبنوا تنظيمهم من خلال هذه المقرات اللي هي مش مكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين، إنما آلاف من المساجد ودور العبادة والزوايا اللي بتستخدم. لكن التيارات الأخرى أيضا ما كانتش هتعدم وجود أماكن تجعلها بمثابة مقرات، يعني مراكز شباب، يعني ساحات، يعني أندية، يعني أي حاجة. لكن هي المشكلة في مرض عند المثقفين المصريين، مش على إطلاقه طبعا، لأن في زي ما بقول شرفاء كتير سلام، وأنا بتكلم سلام من زاوية الصحة النفسية مش من أي زاوية أخرى. لكن هؤلاء السلام ستجد دائما ان الفرصة امامهم ضيقة جدا، لان النظام اللي كان موجود وما زال مش اهبل ولا عبيط ولا ما بيفهمش ولا مش بيعرف يقود ومش بيعرف يدير المرحلة ولا حاجات زي كده، الحاجات الجميلة اللي بتتقال. لا، هو بيعلي النماذج المنحرفة او الفاسدة او كده من هذه التيارات. انما شوفوا اللي حصل مع عبد الحليم قنديل، ما حصلش مع حد. ليه بقى؟ عشان عبد الحليم قنديل مبدئي وسليم ودغري، ما هوش مناور بقى وبيلف كده ويروح كده ويجي كده وعايز يبقى وزير اعلام وعايز يبقى وزير مش عارف، يعني ما فيش احراق. فهتلاقي انا صورت عبد الحليم قنديل اكتر من مرة، وهو شرفني مرة بانه كتب ان برنامج بدون رقابة الافضل لكم ان انتوا تذيعوه بعد صلاة الفجر وتسموه بدون مشاهدة، لان هم طبعا كانوا يعني قايمين بالواجب معايا، مش بس في انه يتذاع الساعة 2 بالليل والساعة 3 بالليل بعد ما كان ميعاده بعد نشر 9 على القناة الاولى بقى على القناة الثانية، وبدل ما هو 75 دقيقة بقى 60 دقيقة، وبعدين بقى 45 دقيقة، وبدل ما هو مرة في الاسبوع بقى مرة كل اسبوعين، وبدل ما هو له ميعاد ثابت مثلا السبت، لا بقى مرة السبت والمرة الجاية الحد والمرة اللي بعدها الخميس والمرة اللي بعدها الاثنين، ومرة الساعة 10 ومرة الساعة 2 ومرة الساعة 3. دي تطفيش الزباين يعني، ونجحوا لحد كبير طبعا في تطفيش الزباين، وانا ما كانش عندي امكانيات اقدر اواجه القوة دي، وخاصة ولاد الحلال كتير يعني في اوساط المثقفين والاعلاميين وكده. المهم نرجع لموضوع المعايير. هل في معايير؟ ايه معنى معايير اللي احنا بنقول انها مفتقدة وان تم التقسيم على اساس طائفي؟ هل في معايير؟ في معايير. المعايير يعني مقاييس، يعني انت لو عايز تشتري عربية هتحط مقاييس معينة، معايير معينة. لازم يكون استهلاكها مثلا للبنزين قليل، تكون حجمها صغير عشان أزمة المرور والركنة وكذا، ولازم يكون سعرها معقول. دي معايير معينة.
مواصفات معينة، مقاييس معينة، زي ما قلنا في موضوع إدارة المرحلة الانتقالية التقييم وفق الهدف. ايضا بنقول المعايير تحدد وفقا للهدف. يعني انت عندك ارض هتبني عمارة، فهتختار معايير متعلقة بالشركة الهندسية او المقاول او المهندس او المكتب الاستشاري اللي هو هيبني لك العمارة. لازم يكون حاسم السمعة، لازم يكون عنده خبرة في نوع المباني، النوع اللي انت هتبنيه، لازم تكون اسعاره كويسة، لازم يكون امين، وهكذا. لو انت هتعمل عملية في مستشفى بتسأل عن المستشفى دي يعني كويسة وحشة، او عايز طبيب معين فتسأل اذا كان بطنة بتسأل مين احسن حد في البطنة، طب مواصفاته ايه، طب الاسعار بتاعته ايه، طب خبرته ايه، طب مواكبته للعلوم الطبية ايه، وهكذا. دي المعايير اللي انت بتدور عليها عشان تروح للدكتور، او بتدور عليها عشان تجيب مهندس معين، او بتدور عليها عشان تشتري عربية او يبقى المعايير بتحدد وفقا للهدف. الهدف ايه في موضوع التأسيسية للدستور؟ الهدف دستور لمصر، دولة مصر اللي عمرها آلاف السنين، هنعمل لها دستور افضل من الدستور 71 اللي الثورة اسقطته. طب ايه المعايير بتاعت الناس اللي يقعدوا يحطوا الدستور ده؟ زي كده لما تقول ايه، انا عندي عربية نوعها كذا فلازم اروح للميكانيكي او مركز صيانة خبير بهذا النوع من العربيات، او انا عندي مرض كذا فلازم اروح لدكتور متخصص في نوع هذا المرض، وهكذا. قيس على كل حاجة. فاذا كنا هنعمل دستور لمصر فاحنا لنا مواصفات مرتبطة بهذا الهدف. طب احنا عايزين مواطنة ولا عايزين تقسيم على اساس ديني او عرقي او جنسي او كذا؟ يعني يقول لك مثلا ايه، المرأة ده تقسيم نوعي، ده ايضا تمييز، ده ايضا طائفي. طبعا في بعض الاحوال المرأة بتبقى مضطهدة بيحصل لها يعني دعم بان يحددوا لها نسبة معينة، ولكن المفترض ان انت ما تقسمش على اساس جنسي، يعني رجل ومرأة، ما تقسمش على اساس اللون اسمر وابيض او عرقي، عرق الآري او العرق الفلاني او كذا، ما تقسمش على اساس عشيرة. وانا طبعا يعني حاطط ايدي على قلبي من تكرار رئيسنا دكتور مرسي ان اهلي وعشيرتي، انا حاطط ايدي ولا يعني محبة كده، لو محبة فعادي، لكن اهلي وعشيرتي في المواطنون، في المواطنة، انا وانت وهو وهي كل الناس تتساوى في المواطنة. المسلم بقى والمسيحي، الراجل والست، الصغير والكبير، الغني والفقير، العامل والفلاح، الموظف والدكتور، المهندس، يعني كل من يعيش على ارض مصر يتمتع بهذه المواطنة اللي هي حقوق معينة وواجبات معينة، كلنا زي بعض، دي اسمها المواطنة. تحضرني طبعا للعبقري جمال حمدان، وسؤال يعني هل يعني لو جمال حمدان عايش كانوا هياخدوه في اللجنة التأسيسية على اساس مفيش معايير، يعني ده تقسيمة. المهم في جملة مستحضرها من هذا العبقري بيقول مصر اسمها مصر زي النيل ما اسمه النيل، ما ينفعش مصر يبقى اسمها حاجة تانية، زي ما النيل ما ينفعش يبقى اسمه حاجة تانية. فالهوية المصرية هي مصر، هي المواطنة،
اللي هو كل الناس متساوية، اللي هي الديمقراطية، اللي هي حقوق الانسان، اللي هي تبادل السلطة، مش ما يستولى على السلطة ما يسيبهاش زي الرئيس اللي هو 30 سنة مش عايز يسيبها، وقبل منه السادات ما سابهاش غير لما اتقتل، وقبل منه جمال عبد الناصر ما سابهاش غير لما مات. المؤسسة العسكرية بتحكم من 52 لغاية النهارده. طبعا ده هيبقى موضوع حلقة تانية، ايه بقى الموقف مع الاخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية، لان احنا في النص بس مش طرف ثالث يعني هنناقش الموضوع ده في حلقة قادمة ان شاء الله. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على المعايير، تبادل السلطة، تاخدهاش وتزيح السلم عشان ما حدش يعرف يطلع ياخدها. هي دي الاهداف اللي مصر عايزاها، اللي هي مصر الالاف السنين، مش مصر يعني في فترة زمنية الاخوان والسلفيين لهم الاغلبية في مجلس الشعب تقولوا لا مش هنشكل لجنة الدستور بناء اغلبيتنا في مجلس الشعب. اما ال 50% حزبين 50% وبقية مصر 50%، يعني امال ده ايه؟ ما كانش ده هو على اساس من اغلبية في مجلس الشعب. وعشان كده انتوا نعم عشان يبقى الانتخابات الاول، عشان يبقى معاك كارت في جيبك كارنيه انا الاغلبية، واي حاجة بقى تتم بعد كده يبقى انا الاغلبية انا الاغلبية انا الاغلبية. عشان كده صممت وقتلت وانتحرت وقلت اللي هيقول نعم هيخش الجنة واللي هيقول لا هيخش النار، عشان خاطر يبقى معاك الكارنيه بتاع الاغلبية ده انا الاغلبية. اي حاجة بقى نعملها بعد كده انا الاغلبية، لو اي حاجة في الدنيا هيبقى انا الاغلبية. طبعا زي ما بنقول بنكرر تاني، من حق اي فصيل سياسي الاخوان المسلمين السلفيين وخلافه ان هم يسعوا لتحقيق مشروعهم الفكري والسياسي والديني وكذا، ومن حق الاطراف الاخرى انها تسعى. والعيب مش عند الطرف اللي منظم نفسه قوي، العيب عند الطرف الضعيف، لازم يقوى. وزي ما قلت املنا في شباب الثورة ونتقابل ان شاء الله. اشوفكم يوم الحد الجاي الساعة 10 مساء على اول قناة تلفزيونية نت في الشرق الاوسط، ده تواضعا لان هي في العالم كله. بنتمنى لكم كل خير ومصر بخير ان شاء الله، رغم كل الملابسات اللي حاصله دي. انا متفائل جدا وواثق ان مصر اتقل واكبر بكتير جدا من اي طيارات. اي طيارات بتيجي بتتهضم وتمشي، تتهضم وتخلص، تتهضم وتروح. لو حد جاي ناوي يعني يقعد 30 سنة او 60 سنة او كده ما يعملش حسابه قوي، لان احنا يعني بنهضم الزلط. اشوفكم يوم الحد الجاي ان شاء الله الساعة 10 مساء